صباح الخير، ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة. فيديو النهاردة ان شاء الله هيكون مشترياتي من محل ايكيا او ايكيا او ايكيا على حسب ما بتحبوا تسموه، عشان مفيش حد لقيته بيقول اسمه زي التاني. يعني كل في ناس تقول كده ايكيا ايكيا ايكيا. ف anyway هو ده المحل اللي انا اقصده. هو ده المحل اللي انا اقصده. هو فاتح فرع واحد بس في كايرو فيستيفال مول. هو ده الفرع الوحيد في مصر. كايرو فيستيفال مول موجود في التجمع الخامس في القاهرة الجديدة. فخليكم معايا وتابعوا الفيديو عشان تشوفوا اشتريت ايه بالظبط. اشتريت الشمع ده. ده ريحته كأنه رز كده. اوكي. ريحته مش عارفة، الناس المصريين ممكن تبقوا عارفين طعم السوبيا اللي في سيدة زينب. هو ريحته كده، مش عارفة يعني، بس ريحته حلوة يعني. anyway هم عندهم بكل الفواكه وانواع كتير شمع. انا جبت دي كوباية ازاز، وجبت واحدة تانية ريحتها كده زي هو بالفانيلا، زي الايس كريم الفانيلا. اوكي. دي الواحدة تقريبا سعرها 19 جنيه بس. جبت كمان دول عبارة عن ايه بقى؟ دي سعرها 12 جنيه مبدئيا. دي مشابك او يعني حاجة زي كليبسات كده تقفلي بيها اي كيس انتي فتحتيه في المطبخ، او يعني اي كيس محتاجة ان انتي تفتحيه وتقفليه تاني. فتحتي مثلا كيس سكر، كيس رز او حاجة، ف ده بيقفل. هوريكم ازاي. هفتح واحدة دلوقتي وهوريكم ازاي بتستخدميه يعني. ده شكله من جوه المشبك او الكليبس ده. بتفتحيه كده وبتحطي الكيس وبتقفلي كده، فبيبقى الكيس مربوط من هنا. اوكي كده بيمسك لك الكيس بقى ايه، يقفله من فوق، يبقى زي شكل الرسمة دي كده. الكيس اهو. اوكي. ده سعره 12 جنيه. جبت المعالق البلاستيك دي للحلل السيراميك والتيفال وكده. دول شوكة وسباتولا ومعلقة. دول كان سعرهم 9 جنيه تقريبا، 9 جنيه. بس ده كده بالنسبة للمجموعة دي. هوريكم بقى حاجة كمان. اشتريت بوكسز كده، مجموعة مع بعض، صناديق كده بكذا حجم. شكلها كده، ده لونها يعني. الاول هوريكم طبعا شكلها، وهي مفروض هما 6 قطع ب75 جنيه. اتنينات يعني، اتنين من كل مقاس. اتنين. ده اول مقاس، ده منه اتنين. ده بينظم لك بقى الحاجات بتاعتك. ينفع تحطيه في الدولاب، تحطيه في درج، يعني تستخدميه بقى زي ما تحبي. ده مقاس تاني، حجم تاني. ده ممكن تحطي فيه، انا حاطه دلوقتي فيه الساعات والاكسسوارات والتوك اللي بلبسها يعني باستمرار، وحاطاه على التسريحه، وبعدين بيشيل حاجات كتير جدا. اوكي. في حجم تاني، حاول اوريهولكوا، هو تقيل شويه عشان انا ده برضو منه اتنين. انا حاطه فيه المانيكيرات بتاعتي كلها، جمعتها وحطيتها فيه. كل حاجه بقى منها اتنينات يعني، اتنين من المستطيل، اتنين من الصغير، اتنين من الكبير. بس كده. وجبت كمان حاجه تاني، خليكم معايا تابعوا. جبت كمان حاجة تنظم لي الفرش شوية. دول اصلا بيتباعوا للزرع. هم حاطينهم هناك في القسم بتاع الزرع. يعني زي الكوبايات دي اللي بتبقى عشان اللي تحطي فيها الزرعات بتاعتك. ده اصغر مقاس عندهم، كل المقاسات عندهم اكبر كمان. فانا جبت، عايزة اوريكم شكلها بشكل اوضح اهي. ده شكلها
وسعرها الواحدة ب19 جنيه. وحطيت عملت واحدة، انا جبت 2 عشان واحدة الفرش الصغيرة او فرش العين وفرش الوش. فدول برضو من الحاجات اللي حبيتها قوي، ب19 جنيه الواحدة. اشتريت حاجة بتنظم الميك اب في الدرج بتاع الميك اب بتاعك، او تحطيها بقى فوق التسريحة، تحطيها في الدرج على حسب انتي ايه المناسب عندك، تقدري يعني المكان فين تحطي فيه ده. حاجة بتنظم الميك اب. فده شكلها، خليكم معايا، ده شكلها. هي علبة بلاستيك كده او اكليريك شفافة. تقدري تحطي فيها تخزني كل الميك اب بتاعك. انا حبيتها قوي لسبب ان هي لمت كل الحاجات. كان عندي حاجات كتير حاطه بقى، تخيلوا كل الحاجات دي محطوطه في كذا بوكس وفي كذا شنط ميك اب وكده، فكانت عامله زحمه جامده جدا ومش كل الحاجه مع بعضها، فكان الدرج ملخبط. فلما جبت دي سعرها 195 جنيه. هي فيها دول الجزء اللي بره ده متحرك كده، تفتحيه يعني بيروح ويجي، وممكن تشيليه خالص تحطيه في حته لوحده في الدرج، يعني بيبقى كده. اوكي، ده انا حطيت فيه الفاونديشنات اللي عندي والحاجات اللي هي ايه ازايز وكده. حطيتها هنا. هنا حطيت الحاجات، العلب المدورة ايا كانت، باودر، بلاشرات كده. هنا برضو كملت. هنا حطيت البلاشرات، ده جزء مربع كبير. سوري، الشادوهات. هنا مكان مخصوص الجزء ده كده للأرواج. دول تقريبا 12 واحدة. وهنا دي يعني جزء كده مربع ينفع تحطي فيه برضو علب كده صغيرة او حاجة. دي حبيتها جدا جدا جدا، ب195 جنيه. وخلت كمان الدرج خفيف، بيفتح ويقفل، مش تقيل كده لانه مش مليان حاجات تقيلة، وزنها خفيف كمان. نيجي بقى لأوضة الأطفال. جبت دي زي أباجورة أو حاجة إضاءة كده، بتنور كده، بتوصل في الكهرباء وتنور كده. شكلها جميل قوي قوي بالليل. بتنور حلو قوي. في منها شكل الوردة ده، وفي منها نجمة وهلال، وفي منها ألوان كتير وأشكال كتير. مش كتير قوي يعني، هما مثلا نقول 4 أشكال. تنقي منهم حاجات بجد حلوة قوي وسهلة، يعني تتعلق بسهولة وشكلها جميل. دي تقريبا سعرها تقريبا 125 جنيه، مش متأكدة من السعر بس تقريبا في الرينج ده. نيجي بقى للجزء اللي ورايا ده علشان البوكسات دي نقدر ان احنا نجمع فيها حاجات. انا على فكرة الورد ده برضو من عند ايكيا، تقريبا الوردة ب10 او ب15 جنيه، ورد صناعي طبعا. البوكسات دي برضو بتتباع مع بعضها، تقريبا 3 مدورين و3 مستطيلين كده. ده شكله. تقدري بقى تجمعي فيه، بيلم كل حاجة، تقدري تحطي فيه كل حاجة. مش عايزة يعني، بيبقى خلي شكل الأوضة حلو، مفيش حاجات كتير برا على التسريحة أو على المكتب أو كده. فجبت دول منهم المدورين والمستطيل، أو المستطيل، هو مستطيل. بصراحة برضو مش فاكرة سعرهم قوي. بس لو افتكرت او يعني طلعت الريسيت وعرفت سعرهم هكتبه لكم في الديسكريبشن بوكس عشان تعرفوا سعرهم. نيجي بقى للجزء ده. دي عبارة عن مكتبة. اوكي، هي المكتبة دي اصلا بتتباع طبعا فاضية، يعني انا اللي حاطة البوكسات دي فيها. هي بيبقى شكلها كده، يعني دي بوكسات بتطلع خالص. البوكس ده ب45 جنيه، والمكتبة بتتباع من ايكيا برضو فاضية. اوكي،
فهي المكتبة لوحدها فاضية ب1145، وبتجمعي لها بقى البوكسات دي. عندهم اشكال والوان من البوكسات دي. دي كرتون مقوى كده ومكسية بالقماش، وفيها دشن يعني كأنه ده الايد بتاعت الدرج. فدي بقى فكرتها ان هي بتلم كل اللعب، تخلي الأوضة شكلها حلو ومنظم، يعني مش مبهدلة كده وفيها حاجات كل اللعب في الأرض أو في البوكسات التانية. لأ، دي لمت كل الموضوع. ينفع كمان تستخدميها على فكرة، تعمليها مثلا تخزني فيها أي حاجة، هدوم، تعمليها زي دريسنج كده وتحطي فيها الهدوم بتاعتك، لان البوكس كبير وعميق بياخد حاجات كتير. البوكس الواحد البوكس الواحد ب45 جنيه. كمان جبت البوكس ده، ده عامل زي شنط السفر القديمة. بيتفتح كده ده من هنا، بس مش هقدر اجيبه لانه في حاجات تقيلة شوية مش هقدر اجيبه وانا ماسكة الموبايل. البوكس ده تقريبا الكبير تقريبا سعره 175 جنيه تقريبا. بس كده، هي دي كانت مشترياتي من ايكيا. اتمنى انه يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه واخدتوا شوية افكار. ولو متنسوش، لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ولو عندكم اي اقتراح اي سؤال سيبولي كومنت، وتأكدوا ان انتوا فاتحين الرد عشان اقدر ارد عليكم. وانا قررت انه بالنسبة للناس اللي سألتني اسئلة من اول ما بدأت القناة لحد دلوقتي، اي حد سألني سؤال وانا ما ردتش عليه نتيجة انه هي قافلة الرد، هجمع كل الاسئلة في فيديو وان شاء الله اعمله يبقى فيه كل الاجابات عن كل حاجة انتوا سألتوني عليها، عشان اكون يعني رديت على كل حاجة. وكنت معاكم من قناة نسرين مصطفى، وان شاء الله اشوفكم على خير الاسبوع الجاي. باي باي.